السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وبداية جديدة ويلا بينا. البداية المرة دي والله عارف انت اللي هو عامل زي اللي بتقوم زي العيال اللي هو بيتضرب عشان يروح المدرسة. فراجعين الكلية فده شيء الواحد فوق كده. يلا بينا والله المستعان. انا دلوقتي المفروض احضر قائمة الادوات ديت واخدها معايا وانا نازل الكلية عشان عندنا سيكشن اندو. فيلا بينا بسم الله. معاها هنا كده ويمضوا فيه شوية هري هنا كده، فانا مش عارف اعمل ايه، بس عامة هتتلم ان شاء الله. يلا بينا. ادينا نازلين الجامعة ونازلين الشغل واحنا ما عندناش بربع جنيه شغف ولا عندي بربع جنيه طاقة، بس عشان اثبت لنفسي ان الشغف والطاقة والكلام الفاضي ده بتاع العيال التوت. فيا ريتني كنت من العيال التوت والله، بس يلا مجبرين بقى، الله المستعان. هو اي نعم الانسان متسوح جامد، بس يلا مفيش حد بيحاول وبيجيب صفر، محدش بيحاول وبيجيب صفر. وانت بتسعى انت بتخبط على كل البيبان ومالكش دعوه انهي باب هو اللي يفتح، عشان دي مش بتاعتك. خليكوا شاهدين يا جدعان ان احنا جايبين الطريق من تحت قوي، يعني احنا مش جايبينه من الصفر، احنا جايبينه من السالب، والله جايبينه من السالب، فعشان لما نوصل محدش يقول ايه ان هي كانت صفر. لا والله ايه بنحارب، والله بنحارب حرفيا. كل شباب الجيل بتاعنا ده شباب بتحارب اقسم بالله علشان تعرف تعيش، بس الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير والله. الساعة خلاص داخلة على 11، فمحتاجين ناخد استراحة محارب الصراحة يعني. فأنا كده ساعي النهاردة إن شاء الله، نكمل بكرة إن شاء الله. مستمرين في السعي مع بعض من الشغف الصراحة، مش معنى ده مش شغف، يعني في بعض الشغف كده شوية في الموضوع اللي شغال عليه، فده اللي مخليني مديني دافع كده لحد ما الله المستعان. يا صديقي لو جينا نكنسل دلوقتي سعي الدنيا ونفكر شوية في سعي الآخرة والأيام العظيمة اللي احنا داخلين عليها ديت، ولسه تايهين في دوامة الدنيا زي ما احنا تايهين كده. خلاص يعني رمضان فضل عليه قرابة 13 يوم بالظبط أو 12 يوم، يعني في الحدود دي، وأنا وأنت لسه بعاد والقلب مش حاضر. طب هنفضل كده؟ هيبقى بنضيع على نفسنا بصراحة خير كبير جدا. يعني انت لو ما انتش عارف قيمة الأيام اللي احنا مقبلين عليها ديت، يبقى لا، انت محتاج وقفة جامدة، مش وقفة عادية، لأن انت داخل عليك أيام انت ممكن تسبق بيها الشهيد. يعني انت بإدراكك لرمضان واحد انت ممكن تسبق أجر الشهيد. فاهم يعني تسبق أجر الشهيد؟ وده مش كلام، يعني ده مش كلام العبد الذليل اللي بيكلمك ده، والله كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يعني ساعة ما كان في 2 من الصحابة اتوفوا، ولكن واحد اتوفى بعد واحد بسنة. الأولاني مات شهيد في المعركة، والتاني مات موتة عادية يعني. فاللي مات الموتة العادية ده الاتنين واحد شافهم في المنام، فلما واحد شافهم في المنام لقى ان اللي مات بعد التاني ده اللي هو مات موتة عادية دخل الجنة قبل اللي مات شهيد. فاستغرب اللي هو ازاي ده شهيد، يعني اجر الشهيد ما يعني فاهم الفكرة. يعني راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الامر 1 2 3، ده مات موتة عادية وده مات شهيد، ولكن ده مات بعد ده بسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ألم يدرك معنا رمضان؟ ألم يصم معنا كذا وكذا؟ ألم يصلي معنا كذا وكذا؟ ألم يقرأ من القرآن كذا وكذا؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نتألى على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مدرك قيمة الأيام ديت، أيام عظيمة جدا. أنت ممكن تعدي، تتخيل تركيزك بس في الشهر اللي احنا داخل علينا ده يخليك تعدي أجر الشهيد. فلا، محتاجين وقفة جامدة. ولو جينا دلوقتي كده نكمل الحديث عن فضائل الشهر الكريم، برضو أحد المواقف اللي تخوفك ساعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طالع المنبر وأتاه جبريل وطلع المنبر يعني. فالصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلع المنبر، حط رجله على الدرجة الأولى وقال آمين، وحط رجله على الدرجة الثانية وقال آمين، وحط رجله على الدرجة الثالثة وقال آمين. فمن دايما يعني الصحابة كانوا أذكياء جدا، والأعراب كانوا دايما
الصحابه بيستفيدوا منهم في الحته دي، ان هم كانوا دايما بيسالوا اسئله جميله جدا يعني. المهم الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده: يا رسول الله، يعني انت جيت وانت طالع المنبر قلت امين امين امين، انت كنت بتقول امين علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان هو ايه: اتاني جبريل فقال لي: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي فقل امين، فقلت امين. ورغم انف رجل ادرك رمضان وانقضى او فانسلخ منه ولم يغفر له فقل امين، فقلت امين. ورغم أنف رجل أدرك أبواه أو أحدهما ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده مشهور بصيغة اللي هو إيه: خاب وخسر. خاب وخسر بقى من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من أدرك والده أو أحدهما ولم يغفر له، خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهكذا. فأنت متخيل يعني خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. مشكلة كبيرة جدا لو عدى علينا رمضان وما كناش من الفائزين المغفور لهم بإذن الرحمن. وما هو بقى لو جينا بقى نتكلم، طب أنا إزاي بوضع الحالي بنفسيتي اللي أنا فيها دلوقتي بكل المشاكل اللي أنا عايش فيها ديت يغفر لي أو أشتغل لرمضان؟ يعني أنا مش مستعد ومش جاهز وقلبي مش حاضر، مش عارف، يعني أنا مش عارف أعمل إيه. ارمي نفسك في القرآن، والله بجد نصيحة من أخوك، والله بجد ارمي نفسك في القرآن، وهو كفيل بأنه هو يغيرك ويغير قلبك ويطهرك وينقيك قبل رمضان. لو انت مستعد بجد، والله بجد يعني، لو انت مستعد وعندك النية، حاول تعمل لك ختمة قبل رمضان. والله عايز اقول لك ان انت في وقت، وان انت معاك وقت، وانت عمرك ما تكون اكثر انشغالا من الشافعي رحمه الله لما كان بيختم في رمضان ختم بالنهار وختم بالليل. انا مش عارف ينفع اقول الكلام اللي جاي ده ولا لا، بس انا ربنا من عليا بواحد من صحابي، يعني هو ما شاء الله همته عاليه، فانا دايما كده بفضل اقول له: طب شدني انا معاك، يعني طب ما تاكلش التورتيه لوحدك كده، خد بايدي معاك كده وبتاع، فاهم؟ انت مطالب ان انت ترمي نفسك على الناس الكويسه عشان تبقى كويس يا ابني. ما هو انت مش هتعرف تمشي لوحدك في الدنيا اللي احنا فيها دي، لازم صاحب صالح. طب هتقول لي يا ابو حسام ما انا دايرتي ما فيهاش، يعني انا لما هبص لدايرتي كده كلنا صحبه عاديه، اللي هو صحبه يا عم بنحب بعض وبنود بعض يعني ممكن نروح نصلي مع بعض والدنيا تمام، بس ما عندناش الهمه اللي هو نقعد ناخد بيد بعض مثلا في قراءه القران، او نتنافس مثلا في الصدقات او في الصيام او الكلام ده. هقول لك انا زيك برضه، انا زيك والله، من بيئتك ونفس الفكره، بس ادعي ربنا، والله بجد ادعي ربنا. يعني هو واحد من احب الناس لقلبي والله، من الناس اللي في الكليه، وانا كل الدايره المقربه لي في الكليه والله يعني بعزهم جدا الصراحه. ولكن اللي صاحبته ده مش هقول اسمه يعني، بس هو يعرف نفسه. صاحبته بعد دعاء، والله بجد قعدت فتره كده ادعي ربنا: يا رب انا نفسي في حد بجد صالح في الدفعه بتاعتي او في الكليه بشكل عام، ياخد بايدي، والله بجد ياخد بايدي. وحتى لح على ربنا كده يجي يومين 3، وربنا من عليه، والله بجد ربنا من عليه بصاحبي ده. فيعني اسال الله زي ما جمعنا بيه في الدنيا يجمعنا بيه في الاخره. فبدانا انا وهو لما تصاحبنا وكده، كان الاول كنت عارفه، يعني انا كنت عارفه معرفه سطحيه جدا، لان هو كنا صحاب على الفيس بس، وما عمرنا شفنا بعض في الكليه، قعدنا حوالي سنه ونص مع بعض، ما عمرنا شفنا بعض في الكليه. ازاي؟ قال له انا مش عارف، بس لما بدات ادعي ربنا وكده فربنا من عليه والله بجد، فصاحبته وقربنا بعض من بعض جدا، وحرفيا يعتبر دلوقتي عارف عنه حاجات كتير قوي، وهو صحبة خير، والله صحبة خير، وبجد ربنا يجزي عني خير. فبدأ ياخد بإيدي، قال لي: يلا انا بحفظ في سورة كذا، ما تيجي تحفظ معايا؟ قلت له يلا، فحفظت معاه، والله كانت سورة الأعراف، يعني سورة الأعراف دي حفظتها انا وهو. وايه تاني دلوقتي بقى اللي هو في الوقت اللي احنا فيه ده، الوقت اللي هو في شهر شعبان ده، لما من ساعة ما بدأ شهر شعبان وهو دايس عليا جامد. هو اي نعم بيغلبني في كل التارجتات اللي بنعملها، بس انا ما عنديش مشكله، خالص، انا ما عنديش قد مشكله ان هو يسبقني في الخير صراحه. اي نعم المفترض يبقى عندي اللي هو اتضايق شويه وبتاع، بس مش مشكله يعني، بالنسبه لظروف شغلي وكده ويومي، طريقه ان انا ماشي بقى يومي، انا راضي جدا بالاداء بتاعي الى حد ما.
وهو اكيد في احسن من اللي انا بعمله، بس الى حد ما. طب ازاي بقى؟ هو ايه اللي بيعمله هو معايا اصلا؟ عشان تبقى ما تتوهش مني، نبقى قاعدين يجي يقول لي ايه، يلا يلا نجيب مثلا سورة البقرة دلوقتي في ساعة، اللي هو سورة البقرة، هنقرأ سورة البقرة في ساعة. نبقى قاعدين يقول لي يلا نخش 1000 استغفار. نبقى قاعدين اللي هو تعال نخش 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ يجي الليل يقول لي بس احنا بتوع ليل، النهار خلص احنا بتوع ليل، مطلوب مننا نعمل النهارده 1 2 3. فاهم؟ فانت لازم يبقى في حياتك حد كده. انا وجهة نظري، انا مش عارف انا عملت ايه في حياتي كويس صراحة عشان ربنا يمن علي بصعب ده، بس فانا مش عارف الكلام ده المفترض كنت اقوله ولا لا. بس انا بقول لك من باب، والله مش من باب الرياء والله، ولكن من باب ان انا اقول لك يعني اشجعك ان انت تشوف لك صاحب صالح، لانك من غيرها يعني هتمشي لوحدك، مفيش يوم اتنين وهتقع. وده احد الاسباب اللي هو هتعينك بقوة جدا ان انت تستعد كويس، واللي من غيرها هتاخد وقت جامد جدا واحتمال كبير جدا ان انت وتقع في رمضان. يعني انا مش عايز اقول لك ان انت ممكن احتمال كبير تقع في رمضان. ليه؟ لان انت ما انتش عندك اعمده سنداك، انت لوحدك، انت بطولك، فده صعب. فلازم تشوف لك صحبه، وممكن تكون انت الصحبه، يعني ممكن انت تكون البذره الصالحه في الناس اللي حواليك وهكذا. بس برضه لو انت ضعيف شويه حاول تشوف لك حد يشد بايدك، وادعي ربنا، ادعي ربنا والله بجد هيمن عليك. تمام. تاني حاجه قلناها، ارمي نفسك في القران. انا صعب، ده واحد من الاسباب اللي خلتني رميت نفسي فعلا الفتره اللي فاتت في القران. مش عايز اقول لك احنا يعني الحمد لله بفضل الله في شهر شعبان ختمنا اكتر من ختمه ولله الحمد يعني. بس فانت برضه حاول قبل ال10 ايام ال 13 يوم دول حاول تعمل لها ختمه، حاول تعمل لها ختمه. الجزء ما بياخدش حرفيا، لو انت الجزء بالنسبه لك ما بتقراش من رمضان اللي فات، الجزء مش هياخد معاك نص ساعه، نص ساعه. تخيل لو قعدت مع نفسك بس كده ساعه ونص في اليوم او ساعتين، تقرا لك جزئين مثلا ولا حاجه، ولا 4 اجزاء مثلا ولا حاجه. طيب ما هتقول لي يا حسام انا ما عنديش الساعتين ونص او الساعه ونص او الساعتين دول. لا عندك والله، والله عندك. لو بصيت دلوقتي انت كده فتحت تليفونك كده في الاعدادات وبصيت على الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيسبوك والسوشيال ميديا، هتلاقي ان انت معاك وقت كتير قوي انت بترميه في الفاضي. اقرا في المواصلات، اقرا قبل ما تنام، اقرا بعد الصلوات، اقرا بين المحاضرات لو انت بتنزل الجامعه. المهم اقرا يعني، فاهم؟ المهم اقرا، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش عمرك، لان احنا في ايام عظيمه والله، ايام عظيمه يا ابني. يعني انا مش فاهم ان احنا محتاجين نعمل ايه تاني طيب علشان نفوق. يعني انا مش فاهم، يعني حروب وموجوده. نحن قوم عزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. هذا قول سيدنا عمر بن الخطاب. وانت شايف اللي احنا فيه، فما فيش ذل اكتر من اللي احنا فيه، وما فيش عزة هتيجي غير بان احنا نتوب ونرجع لله عز وجل، وما فيش باب نرجع منه، والابواب كتير عامة يعني، بس اعتقد ان ما فيش باب اجمل من القرآن. والله هقول لك على تجربة عملتها انا وصاحبي ده. كان تارجت كده معين، قال لي هنعمله. قلت له يا عم صعب عليا، انا راجل يعني بيجبري جزء في اليوم، اللي هو لو دوست جامد خلاص جزء، اللي هو الجزء ده انا جامد جدا. فقال لي لا هنجرب وان شاء الله ايه ربنا يكرمك وتعمل التارجت ده. فقال لي ايه؟ قال لي احنا هنقرا القران كله في يوم واحد. يا عم ازاي بس؟ ازاي القران كله في يوم واحد؟ بقول لك جزء، هقرا 30 جزء في يوم. قال لي ايوه. قلت له طب هجرب، وفعلا خلاص بقى عقدت العزم، انا لازم اجرب، ما ينفعش ما اجربش، انا هجرب يعني هجرب. فهو شجعني وحمسني وقعد يقول لي ها يا ضعيف ومش يا ضعيف وبتاع. انا اقول لك ان انت مش بتاع الكلام ده وانت عاد ضعيف وبتاع. فقلت له يا عم ماشي، وايه بقى خلاك بقى اللي هو انت سخنت وخلاك دوست. انا في اليوم ده ما خلصتش الختمه، ولكن قرأت حوالي قرابه ال 23 جزء. انا 23 جزء بالنسبه لواحد بيقرأ جزء واحد في اليوم انجاز يعني. خلينا نكون واقعيين، ده انجاز وكويس جدا. فانا في نهايه اليوم كنت متضايق عشان هو خلص وانا ما خلصتش، وفرحان علشان قرأت 23 جزء. فاهم الفكره يعني؟ انا بالنسبه لي كان رقم مبهر الصراحه، ومش عارف اكيد كان هيبقى طعمه احلى لو كنت خلصت، ولكن الحمد لله شاء الله ما شاء يعني. وعايز اقول لك والله ان انا يعني التمست بركات
والله وفتوحات من الله عز وجل علي بعد الكام يوم اللي عملنا فيهم الحوار ده. انا مش عايز اقول لك قد ايه والله. يعني والله كان في معايا كذا ازمه، يعني والله كان بالنسبه لي في كذا ازمه كده شخصيه. والله يعني تيسروا من حيث لا ادري، والله تيسروا من حيث لا ادري. والجميل ان الانسان يعني ايه مفاصله اتلينت في القران شويه. يعني انت بتبقى بطبيعه الحال كنت بحفظ، فما كنتش مركز في التلاوه الصراحه ايه في لفترات طويله، كنت مركز في الحفظ اكتر يعني. فلما بدات اركز في التلاوه كده في الاجزاء طبعا اللي انت مش حافظها، لا بتحس ان هي صعبه في التلاوه شويه وبتاع والدنيا فيها مش ماشيه. فلما بدات كده اللي هو اركز في التلاوه شويه وبتاع، فلا الموضوع فرق معايا جامد قوي. وقدرنا نختم اكتر من ختمه، وبقت بتقدر تجيب في اليوم 4 و5 اجزاء عادي جدا. ليه؟ لان انت مره في التانية بتلاقي الجزء خلاص ما بياخدش في ايدك التلت ساعه، حرفيا تلت ساعه انت خلاص بتخلص الجزء. والله بتجد لذه، يعني حاجه وصفها صعب، عارف يعني. انا لا اجد وصف للذة اللي الانسان بيستمتع بيها والله لما بيستغرق كده في ورد القرآن بتاعه مثلا، ويقعد القعدة ويجيب جزء واثنين وثلاثة، الا قول الوليد بن المغيرة لما المشركين سألوه فقال لهم ايه؟ ان له الحلاوة. بس والله بس هو القرآن ليه لذة كده، يعني انت بتستمتع. عارف انت والله عارف انت اللذه بتاعت ماتش الكوره كده لما تبقى قاعد كده واللاعب اللي انت بتحبه يجيب جون مثلا او يعمل حركه معينه او الفرقه اللي انت بتحبها تكسب، دي فرحه. عارف انت الدوبامين اللي هو بيتفرز في دماغك ده بقى وتبقى فرحان. والله برضه لما بتقعد كده مع نفسك وتستغرق في الورد بتاعك وتعيش الايات، والله بتستمتع يعني. ذاق طعم الإيمان في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان. يعني الإيمان ده ليه طعم، ليه لذة، ليه متعة، ليه حلاوة كده. فأنت دوق نفسك. أنا وأنت والله حارمين نفسنا والدنيا، يعني الدنيا واخدانا بطريقة كبيرة جدا. هو الفيديو طول وأنا ما كنتش متوقع إنه يطول، بس أنا إيه حابب أدردش معاك كمان يعني. فانت يعني دوق نفسك واستمتع بالقرآن في ال 13 يوم اللي احنا باقيين دول. انا هحاول اقعد امنتج الفيديو ده دلوقتي وبقيت الفيديو كله على بعض ان شاء الله. بس انا احييك قوي لو وصلت انت للنقطه دي، والله احييك جدا يعني. وادعوك بقى ان انت تاخد خطوه، يعني ربنا اراد لك الخير ان انت تقعد تسمح كل الوقت ده، فبجد يعني لا يعني ربنا بيحبك. فانت خد خطوه بقى ودوس كده، وربنا ينفعني وينفعكم بالكلام ده والله. ففعلا زي ما بقول لك ان القران ليه طعم، ليه حلاوه والله بجد. يعني لو قعدنا نتكلم عن يعني بص، في حاجات ما بتتحكيش، في حاجات بتتعاش وبتتجرب كده. انا مش عارف اقول لك يعني ده شعور جوايا، انا مش عارف اطلعه لك يعني، فاهم؟ انا مش عارف اطلعه لك ولا اعرف احكي لك عنه، بس انت بايديك ان انت تعيشه. فانت اللي حارم نفسك. ويعني ايه ما تاخدش جزء من طبق. يعني انت قدامك، عايز اقول لك ايه، قدامك طبق لحمه، ومش طبق لحمه بس، انت قدامك طبق كبير جدا، قدامك اكل ولذات ومتع كبيره جدا، فاهمني؟ فانت قلت لا انا بس هاخد ايه حته من الطرف كده. يا ابني ليه ما تحرمش نفسك؟ ليه؟ ده انت المجال مفتوح قدامك، فدوس. والله زي ما بقول لك، والله الانسان بيلاقي يعني كرامات، والله كرامات. والله بص، ويا سلام لما بتقرأ في الليل، يا سلام والله لما بتقرأ في الليل، متعة تانية ولذة تانية. وبص أنا مش عارف والله، مش عارف أوصلك أكتر من كده. فأنت جرب وربنا ينفعنا وينفعكم بالكلام ده والله. وربنا يفتح علينا في تلاوة كتابه ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، شوية في سعي الدنيا وشوية في سعي الآخرة وهي ماشية. بس لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تشاركه مع أي حد انت شايف ان هو ممكن يفيد يعني. ودينا دعوة حلوة، وأراك على خير في الفيديوهات الجاية من كان في العمر البقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.